في مدينة الأضواء مش كل شيء بيبرق ذهب، ولا الشهرة ولا الكاميرات. في أسرار السودة محدش بيحب يسمعها. جرائم، اختفاءات، مؤامرات. دي مش أفلام رعب، دي الحقيقة، دي هوليوود. في أواخر القرن ال19 وبالتحديد سنة 1887 هوليوود كانت مجرد قرية صغيرة تبع مدينة لوس أنجلوس في كاليفورنيا. الاسم هوليوود كان جاي من اسم مستوحى من زوجة واحد من المستوطنين اللي كانوا موجودين هناك، اللي كانت شايفة المنطقة شبه مكان في بلدها الأصلي. ساعتها المنطقة كانت عبارة عن أراضي زراعية وبيوت متفرقة، مفيش أي حاجة توحي إنها هتكون يوم ما مركز لصناعة السينما في العالم. في أوائل القرن العشرين وتحديدا حوالي 1910 بدأت صناعة السينما تطلع بقوة في أمريكا، وأغلب شركات الإنتاج كانت في نيويورك ونيو جيرسي. بس بسبب السيطرة الكبيرة اللي كان بيحاول يفرضها توماس إديسون على الصناعة من خلال براءات الاختراع على معدات التصوير، الشركات بدأت تدور على مكان جديد بعيد عن سيطرته، والمكان ده كان في الغرب في كاليفورنيا. لوس أنجلوس كانت الاختيار المثالي، الجو هناك دافي ومشمس ومعظم الأيام السنة، وده كان مهم عشان تصوير الأفلام في الهواء الطلق قبل ظهور تقنيات الإضاءة المتقدمة. غير كده الأراضي هناك كانت واسعة وأسعارها معقولة جدا، فالشركات قدرت تبني استوديوهات كبيرة. أما مع حلول سنة 1915 هوليوود بدأت تتحول لمركز صناعة الأفلام في أمريكا، سيارات استوديوهات كبيرة زي وونر بروز وبارماونت بيكتشرز ويونيفرسال ستوديوز، وده جذب كتير من الممثلين والمخرجين والمنتجين لهوليوود. الفيلم الصامت اللي نزل سنة 1915 كان واحد من أوائل الأفلام الكبيرة اللي حققت نجاح ضخم وأظهرت قدرات هوليوود. في العشرينات هوليوود بقت معروفة إنها عاصمة صناعة السينما في العالم. في الفترة دي ظهر اللي بيسموه العصر الذهبي للسينما الأمريكية، اللي استمر من العشرينات لحد الخمسينات. الأفلام الكبيرة والنجوم الأسطوريين والمخرجين المبدعين زودوا شهرة هوليوود وخلوها الوجه اللي كل واحد بيحلم يحقق فيها النجاح. 1927 تم عرض أول فيلم واللي هو مغني الجاز، ده جاز سينجر. كان بداية نهاية الأفلام الصامتة وبداية عصر جديد للصوت في السينما. 1930 تم وضع كود هاي سكول، اللي كان مجموعة من القوانين اللي بتحكم اللي يتعرض في الأفلام، وده استمر لحد منتصف الستينات. ما بقى في 1948 المحكمة العليا الأمريكية حكمت ضد الاستديوهات الكبرى في هوليوود وأمرت ببيع سلاسل السينمات اللي كانوا بيملكوها، وده غير كتير في طريقة عرض الأفلام. وبعد فترة تتراوح 20 ل 25 سنة ظهرت حركة الأفلام المستقلة وانتشرت بره سيطرة الاستديوهات الكبرى، وده فتح الباب لأفلام جديدة بوجهات نظر مختلفة. رغم كل الشهرة والنجومية اللي هوليوود معروفة بيها واللي حققتها، في جوانب مظلمة كتير فيها. خلينا نبدأ في أهم جزء، أكبر سر بتاريخ هوليوود كلها. طلع عملاق مشهور جدا اسمه راين جارسيا، طلع واتكلم مع أندرو تيت في مكالمة بيحكي في الموضوع وبيربط بحاجة واحدة بس، وهو البوهيميان جروف. خلينا نفهم يعني ايه البوهيميان جروف عشان نكون مدركين الموضوع. هو عبارة عن منطقة في وسط الغابة بكاليفورنيا وبيدخلوها بس الأعضاء واللي هم الممثلين والمشاهير ورجال الأعمال، وتم تصوير اللي بيحصل هناك من شخص واحد فقط، صحفي اسمه أليكس صور فيديو للمكان في السر، وتصور الفيديو ده في أول الألفينات وآخر التسعينات. بان في الفيديو بتاعه إن في أشخاص لابسين ألوان سوداء وبيولعوا نار قدام تمثال بومة كبير، وهو ملك إله بالنسبة ليهم يعود للشرق الأوسط، وملك كان مربوط بالتضحية بصغار السن. وبيقولوا لك إن كلمة مولك أو مولك معناها بالعبري تضحية أصلا، والفكرة من طقوسهم بيجيبوا دمية بشكل طفل وبيرموا وبيحرقوا فيها وبيمثل ليهم الهموم وبيتخلصوا منها يعني. نرجع لراين جارسيا أما طلع في تغريدات شخصية على تويتر وقال إن وقت ما اختفى فترة بعد آخر حفل هوليوود كان مخطوف منهم وربطوه وشاف أشياء سيئة جدا بس عمل بالصغار قدامه، وعاد الكلام أكتر من مرة وقال إنه مش فارقة معاه حاجة غير إنه يفضحهم على عمده.
وبعدين نزل فيديو فيه إنه مش هيتكلم عن أي موضوع غير الرياضة والبوكسينج وبس. شكله تحت التهديد صح؟ بالظبط كده، كان شكله في الفيديو إنه مش طبيعي، يعني بيتهدد عشان يقول الكلام ده.